مساء الخير على الجميع. أعتقد هذا التسجيل الثاني خلال أقل من 24 ساعة لأهمية الموضوع والثقافة الكروية والقانونية واللوائح والمستجدات الجديدة. تخيلوا توصل رسائل في السوشيال ميديا، في الواتس، مشاركة فريق كذا كذا، منع فريق كذا كذا. طبعا جروبات الأندية والرابطات عاطفية. أهل صنعاء يحملون المسؤولية، جمهور صنعاء، النادي والإدارة والعدم المشاركة ما همش عارفين بالأبعاد. طيب الآن افتضح إنه فلوس أندية الدرجة الثانية اللي كذبوا عليهم ما فيش، اللي كانت $5000 وروحوا آجل ما جابوهاش. طيب الآن المفاجأة الكبرى إنه يغازل علي البروي ما يوم مش وناسي إنه تمت إقالته وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة النائب المهندس عايض الشميري، ووعده إنه خلاص ملعب الوحدة مش حيرضوا يستقبلونه، حيتم في 22 مايو. وهعطيك 5 مليون. الراجل مشغول بهولندا بقضية عادل الشجاع والقلق مع معين عبد الملك، انه المقصود هو بشخصه. عادل الشجاع مسكين ضحية، يهذرف. كان كاتب على مصباح، كاتب مجند العيسي، وحصل له اللي حصل له. هذيك اللي شفناها تابعنا ما جابش ال5 مليون. اولا ليتفاجئ انه ما عدلوش دخل علي البروي القرار مسيادي جمعي، والله ما لها دخل السلطة. سلطة حكومة صنعاء ما لها دخل بحاجة إلا حست إنه طالما إنه الرغبة جماعية. عدو ما كانوا يدرون العيسي، هم يدرون العيسي بالنفط، فاسد بالنفط، سارق بالعملة، سارق غسيل الأموال. ما كانوا يدرون والله بالملف الرياضي تماما. الآن بدي يستوعبوا. واللي كان حيخترقهم العيسي. حتى الآن في صحفيين كانوا ضد العيسي الآن قدهم بيغردوا، ومن ضمنهم الحكم الحبوب الإصباح قدوا الآن إعلان محمد المطر يغرد وأكثر متضرر. وبدأ يتجند بعض صحفيين بدأ يكتبوا ضد شوقي، ونحن نضحك. بدأ يكتبوا قاموا من سباتهم ولهم مصالح مع شوقي، وقاموا يتطاولوا ويعملوا ويسووا. أنا عندي كواليس صادقة، أنا لما أتكلم أعرف إنه بصدق، إنه دوري تضحية شهرين حينها سيتم تعطيه الاتحاد تشكيل لجنة مؤقتة، ودوري كل الأندية حتكون في رعاية، مش محتاجة الفلوس ولا معاملة أي تاجر ولا ذل ومن، في شيك بحسابك مقابل إعلان. الدرجة الأولى لا أقل من 20 مليون لا 30 مليون، درجة ثانية من 10 مليون ل 15 مليون، وأظن أنها كافية بجانب الموارد. كل هذا اللي بيستوي الأنهار فقط. خير الموعد بعد بكرة. الآن بديت رائحة التأجيل إنه لمدة أسبوع. طيب على من تكذب يا أحمد صالح العيسي؟ أنت لا شكلت لجان ملاعب، لجان أمنية، لجان تنظيم، لجان ما قررش أسماء المشرفين على البطولتين في سيئين هذا، وقاعد تجيب فلوس شخصية الناس عشان يحركوا شعب بيسافر بالسر ويستصدر أمر. الآن ما فيش أي فريق يقدر يخرج إلا بتصريح أمني. إنه تصريح أمني يقول لك أنا ما نش عارف يا فندم. لا، الآن كل الترتيبات قائمة إنه ما فيش تخرج عن الإجماع، تخرج تكذب بموضوع الجمعية العمومية. شاهدنا اليوم أعظم اجتماع وقع، طبق اللوائح جمعية عمومية علاقتها مع مكتب الشباب والرياضة، مع الجمعية العمومية، مع إدارة النادي، البيان حق الطليعة. هذا للتوضيح، لنا بكرة تسجيل قوي.